اجدع جنسيه واحسن جنسيه تتعامل معاها في الغربه هنا هو اليمني. لو صاحبك يمني كسبت المحبه، ولو صاحبك يمني كسبت الرجوله، ولو صاحبك يمني هيرد غيبتك وانت مش موجود، ولو صاحبك يمني هتكسب الدنيا وما فيها. اليمني مستحيل يبيع اي حد، ولو في اي حد باعه ما بيبيعهوش، بيبعد عنه. ولو حب يرد له تاني، لو فرش له الارض دهب مستحيل اليمني يرد له. اللي استقبلني في اول غربتي واحد يمني كان كبير في السن، قعدنا عنده اسبوعين اكل وشرب، واقول له كام الحساب يقول لي مستحيل، ده واجب الضيف لازم يكمل لاخره. بعد اسبوعين قال لي يا ابن الحلال، انا قدامي دلوقتي بنعمل كذا كذا كذا، هتخش معايا في الاكل والشرب وندفعه وناكله مع بعض؟ ماشي. عايز تعيش لوحدك برضه؟ ماشي. قلت له لا، انا هعيش معاك. قعدت معاه 3 سنين، علمني الطبيخ وعلمني كل حاجه وعلمني الغربه ماشيه ازاي، وهو اللي اسسني من البدايه. يعني هو اللي مستقبلني، ما كنتش اعرف اي حاجه، كنت لسه سن صغير. علمني كل حاجه ونزل نهائي. وبعد ما نزل نهائي ربنا اكرمنا بواحد تاني اسمه احمد محمود، ده الرجوله كلها. انا بعتبره هنا مش صديق الغربه، لا، انا بعتبره اخويا في الغربه. احمد ده شخصيه محترمه جدا، هو يمني برضه، مش بعيد عن اليمن اصلا. اليمن طول عمرها بتجيب رجاله. هيجي بقى يطلع واحد يقول لك انت بتحكها عشان اليمن تديلك دفعه والفزعه والكلام من ده. ده شهاده يا جاهل ولازم تتجاه، وعن تجربه، مش كلام وخلاص، عن تجربه عن اهل اليمن.